اهلا بيك. تعالى اقول لكم ازاي هنعمل كيكه التمر التحفه دي. الكيكه دي من الحاجات اللي مش واخده حقها ابدا، ومفيش ناس كتير بتعرفها. ولو قعدت اقول لكم عليها قد ايه لذيذه من هنا لبكره قليل عليها. كيكه سهله وسريعه وهشه جدا وطعمها يجنن، كمان قيمتها الغذائيه عاليه جدا. تعالوا بقى علشان اقول لكم ازاي هنعمل الكيكه التحفه دي مع بعض. بس قبل ما نبدا اعملي لايك لو عجبك الفيديو، علشان ده بيساعد قناتنا ان هي تكبر. ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي ويلا بينا. في البداية قبل ما ابدأ في عمل الكيكة بتاعتنا هجهز القالب. همسحه كده بمسحة من الزيت وهبطنه كده بمعلقة من الدقيق. بعد كده هتولعي الفرن بتاعك على درجة حرارة 180. هحتاج بقى الكوباية من التمر، اي نوع تمر عندك. انا نزعت النوى بتاعه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هضيف له كوباية من الحليب السخن. دي كوباية حوالي 200 ملي من الحليب السخن. ضفتهم كده للتمر بتاعنا، واحط بقى الخليط ده على جنب. بعد كده هحتاج الكوبايتين من الدقيق. ده دقيق جميع الاغراض، طبعا انا نخله الدقيق علشان ادخل فيه الهواء. هضيف له معلقه كبيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا، معلقه صغيره من القرفه المطحونه، وربع معلقه صغيره من الملح. وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كده لحد ما يختلطوا. بعد كده في الخلاط بتاعنا هضيف 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ. هضيف عليهم كمان نص كوبايه من الزيت النباتي. في الوصفة بتاعتنا دي انا مش هحتاج لسكر خالص، انا هكتفي بالتمر اللي انا هضيفه. هضيف لهم كمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنزل بخليط التمر والحليب اللي انا جهزته قبل كده. بس كده هتخلطي لي بقى كل المكونات دي مع بعض كويس لحد ما يمتزجوا. في بولة بقى حطيت الدقيق اللي انا مجهزاه، وهنزل عليه بخليط الحليب والتمر اللي انا عملته في الخلاط. وبالمضرب اليدوي كده اللي عندك في البيت هتقلبي لي بقى كل المكونات دي كده مع بعض لحد ما يمتزجوا تماما، ومبقاش فيها اي تكتلات. شايفه ده قوام العجينه اللي انا عاوزاه. الخليط بتاعنا هيبقى تقيل شويه، اتقل من قوام الكيكه العادي. هتجيبي بقى القالب وهتصبي لي خليط الكيك اللي احنا جهزناه، وهتدخليه الفرن اللي احنا مسخنينه على درجه حراره 180. هتقعد في الفرن حوالي 35 دقيقه. خبطتها كده خبطتين ودخلتها الفرن. وده كان شكل الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. عايزه اقول لكم ان ريحه الكيكه كانت قلبه البيت. خليط التمر كده مع القرفه ميكس يجنن. تقدري تقدميها كده مع كوبايه من الشاي او كوبايه من القهوه. انا بقى سبتها بعد ما بردت كده، ورشيت عليها كده صوص كراميل على السطح. كمان ضفت لها كده رشه كده من المكسرات، اي نوع مكسرات عندك. او هي لوحدها كده كانت تجنن من غير اي اضافات. بجد من احلى الكيكات اللي ممكن تجربوها. هشة وطعمها لذيذ جدا. كمان طعم القرفة مع التمر كده ميكس يجنن. ودي كانت وصفتنا النهاردة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وبجد اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.